كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن علاقة حب جمعت الأميرة ديانا بطبيب مسلم قبل أن تربطها علاقة بدود الفايد نجل الملياردير المصري محمد الفايد. وقالت الصحيفة إن علاقة ديانا بجراح القلب البريطاني الباكستاني حسنة خان وصلت في إحدى المراحل إلى درجة كبيرة بحيث إنه أصبح جزءا لا من حياتها، وكانت تمضي وقتها بقراءة الكتاب الطبي جريس أناتومي منقوطة لاكتساب المعرفة الطبية حول طبيعة عمله، بالإضافة إلى اطلاعها على كتب عن الإسلام كان قدمها لها. كما احتفظت الأميرة ديانا بحجر عين النمر فقد ميلها ليحميها من الشر وفقا للديلي ميل. ووفقا لما نشرته الصحيفة، فإن الأميرة ديانا التي انفصلت عن الأميرة تشارلز في العام 1996 اعترفت بأنها لم تحسن اختيار شريكي، إذ كان الطبيب الباكستاني مدخنا ويشرب النبيذ بكثرة، إلا أنها كانت تعذره منقوطة لفعلها الأمر ذاته بسبب ضغوطات العمل. وتابع الموقع رافقته في إحدى المرات إلى حانة وبالكاد احتزت مشروبا، بينما احتسى نصف لتر من مشروب غميس، ورغم ذلك كانت متمة به وترى فيه زوجا مستقبليا بعد فشل زواجها الأول. العلاقة التي لم تدم طويلا منقوطة بسبب رفض ديانا العيش في الباكستان، أسرعا ما استبدلت بها الأميرة التي اقتربت ذكرى وفاتها 20 الارتباط بالمصري دود الفايد، وعن صورها بلباس غير محتشم إطلاقا مع دود الفايد على الشاطئ. قالت ديلي ميل إنها لم تكن تقصد بذلك إغاظة الطبيب خان، ولكن أرسلت من خلال تلك الصور رسالة مبطنة إلى طليقها الأمير تشارلز الذي كان على علاقة بزوجته الحالية كمالية. ونقلت الصحيفة على لسان الطبيب خان قوله إن آخر لقاء جمعه بديانا كان ظاهرا أنه على علاقة غرام مع دود الفايد، وألمحت له بنيتها الابتعاد عنه. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.